السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابطال ثالثه ثانوي، اخباركم ايه؟ وحشتونا جدا. النهارده سؤال مهم جدا موجود في كتاب المراجعه النهائيه في كتاب التفوق. ركز للكلام يا باشا، واللي ما رجعش او ما بصش على تلخيص الفصل الاول بتاعنا فاتوا كتير، لان انا اكدت على الحته دي. بص بقول لك هنا في الشكل رقم 1 يمثل دائره كهربائيه تتكون من فولتميتر اتصل ببطاريه قوتها دفع كهربائيه في بي ومقاومتها الداخليه ار، يعني في مقاومه داخليه خلي بالك. فكانت قراءه الفولتميتر في 1، يعني القراءه بتاعتي كانت بفي 1. بعد كده بقول لك في الشكل الثاني يمثل نفس الدائره الكهربائيه بعد توصيل مقاومه قدرها 4 اوم وصلتها توازي مع الفولتميتر، فكانت قراءته في 2. فبقول لك فكانت النسبه بين في 1 وفي 2 عباره عن 6 على 5، فان قيمه المقاومه الداخليه للبطاريه. عاوز اعرف قيمه الار بتساوي كام. اهم فكره في السؤال بتاعي ده هو اللي انا شرحتها لما قلت لك ان الفولتميتر لو توصل توالي مع البطاريه كان الدايره بتاعتي مفتوحه. ليه؟ لان مقاومه الفولتميتر بتاعتي كبيره جدا جدا جدا. ولو انت ناسي روح الباب الثاني او الفصل الثاني، كان بيقول ان انا عندي الفولتميتر ده عباره عن ايه؟ مقاومه صغيره موصله مع مقاومه كبيره جدا جدا اسمها مضاعف الجهد، فبالتالي انا بوصله توازي عشان التيار لما يجي يمشي في المقاومه يلاقي طريق الفولتميتر مقاومته كبيره جدا فما يعديش فيه. فلو هو توصل توالي بالشكل ده يبقى انا عندي التيار في الحاله الاولى بتساوي صفر، وساعتها لو التيار بتاعي بيساوي صفر اقدر اقول ان الفي بتساوي في بي. ليه يا مستر؟ عشان انا عندي التيار بتساوي صفر، وطبعا العلاقه ان الفي بتساوي في بي ناقص اي ار والاي بتاعتي بتساوي صفر، يبقى الفي بتساوي في بي. طب يا مستر ارجع للشكل الثاني. طب اصبر يا باشا، طب ما انت عندك ان الفي 1 بتساوي كام؟ بتساوي 6 فولت. يبقى انا عندي كده من الشكل ده ان في 1 بتساوي الفي بي بتساوي 6 فولت، وطبعا الفي بي دي هي الفي بي دي، يعني دي ب 6 فولت برضه يا بطل. طب تعال نشوف الدايره دي فيها ايه. الدايره دي فيها حاجات كتيره بس ركز للكلام. طب يا مستر انا عندي هنا في 2 هي عباره عن ايه؟ عباره عن اي 2 مضروبه في ار. طيب وممكن اقول كمان ان انا اجيبها كده واروح ومودي الفولتميتر بالشكل ده كده واعمل هنا في، لان الفي اللي هنا قد الفي للناحيه الثانيه دي خالص، فاقدر اقول ان في 2 بتساوي في بي ناقص اي في ار اللي هو عاوزها. طيب يا مستر واحده واحده كده عشان انا خلاص تهت يا مستر. في 2 دي معايا يا عم بتساوي 5، يبقى هنا اقدر اقول عليها ان هي بتساوي 5. طب في بي دي يا مستر عارفها؟ ايوه يا عم هي بتساوي 6 من الرسمه الاولى ناقص اي 2 دي يا مستر معايا. اي 2 معايا ولا مش معايا؟ اعمل ايه؟ لا والله اي 2 شكلها مش معايا، وار سمول انا عاوز اروح اجيبها بسرعه. طب يا عم اعمل ايه؟ ركز. ما انا ممكن اجيب من العلاقه الاولى دي، لان انا جيت قلت لك ان الفولتميتر ده بيقيس الجهد بتاع 4 اوم وبيقيس الشكل ده كله، فاقدر اقول ان من العلاقه الاولى ان الاي 2 عباره عن في 2 على ار، وفي 2 عباره عن كام؟ عباره عن 5 على الاربعه. اقدر ساعتها اقول له ان انا اشيل اي 2 دي واحط 5 على الاربعه، فالعلاقه بتاعتي تبقى شكلها 5 بتساوي 6 ناقص 5 على الاربعه مضروبه في ار سمول. وادي السته الناحيه الثانيه هيديك سالب 1 بتساوي، ما تخافش ان في سالب كمان هيطير معاها 4 على ده، طير دي مع دي، فهيديني ان الار بتاعتي بتساوي 4 على ال5 اللي هي هتديني 8 من 10. واتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو ده. ما تنساش تعمل شير واللايك وسبسكرايب لو انت اول مره تشوفنا عشان تتابع السلسله الجايه. سلام يا بطل.